مساء الخير عليكم، اهلا بيكم. النهارده في الحقيقه انا جايب لكم خبر هايل هيسعد كل المصريين. خبر حلو جدا 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 جدا. آه، امبارح كنت بشتري خشب من شارع الترول، ولقيت كل اسعار الخشب نزل سعرها حوالي 10%. طبعا دي حاجه ما بتحصلش ابدا، وزي ما حضراتكم عارفين وكلنا عارفين خلال 2025 كل الاسعار ثابته، مفيش حاجه اتحركت غير البنزين بس غلي شويه. ورغم ان البنزين اسعاره غليت لكن مفيش حاجه سعرها غلي، وكل الاسعار امبارح انا لقيتها نزلت. ولما بتكلم مع تجار الخشب قالوا لي ايوه فعلا كل الاسعار نزلت، وده خبر في الحقيقه هايل. مش الخشب بس، الخشب والاكسسوار يعني كل تقريبا كل حاجه سعرها كده نزل. وبشرى ساره وبشرى خير وان شاء الله كده سنه 2026 هتكون سنه سعيده علينا. واشكركم ويا رب يا رب يا رب يا رب الحاجات تنزل كمان شويتين، علشان احنا فعلا محتاجين ده. وزي ما حضراتكم شايفين النهارده انا وشي بيضحك ومبسوط، لاني السعر لما يستقر ده حاجه كويسه جدا تخلي عجله الانتاج تتحرك، وكلنا نشتغل وكلنا نعرف نعيش. شكرا والى اللقاء. تحياتي اشرف شندي، شهير فنان الرحاب.